Artificial intelligence has quit his job at Google. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. 85 million jobs will be replaced by AI by Artificial intelligence could replace millions of cautious jobs. with AI. Warning of the dangers of AI. There will come a point where no job is needed. إذا كنت تعتقد إن ال AI أو الذكاء الاصطناعي مرتبط فقط بالآلات والروبوتات فأنت غلطان. في هذا الفيديو بعطيك شوية معلومات مهمة لو إنك تفكر تدخل تخصص ال AI. الكلام ده مأخوذ من مقال قاله إيلون ماسك عن مستقبل ال AI. اللي بحسب كلامه بيكون مرعب لكثير من الناس، وده يعني إنه في المستقبل اشتغل أي وظيفة أنت تحبها، لأن الوظائف في المستقبل حتكون مجرد هواية مش أكثر، لأن ال AI والروبوتات بيقدروا يوفروا كل سلعة أو خدمة احنا نحتاجها. وعشان نعرف سبب الثورة اللي حاصلة الآن في مجال ال AI واللي كثير من التقارير والأبحاث يشبهوها بالثورة الصناعية اللي حصلت في القرن الماضي، كان لازم ندور ونقرأ ونعرف تاريخ ال AI. في الأربعينيات من القرن الماضي حصلت طفرة كبيرة باختراع الكمبيوتر الرقمي القابل للبرمجة واللي بيعتمد أساسه على التفكير المنطقي الرياضي. هذا الجهاز خلى مجموعة من العلماء يبدأوا يناقشوا بجدية كيف ممكن نبني عقل إلكتروني. في صيف 1959 اجتمعت نخبة من العلماء في ورشة عمل بكلية دارتموث. الورشة هذه كانت لحظة ميلاد مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي، وطبيعي إن اللي حضروا الورشة أصبحوا فيما بعد القادة في هذا المجال لسنين طويلة. تخيل معي كانوا يتوقعوا إنهم يقدروا يصنعوا آلة بذكاء إنسان في جيل واحد، وفعلا حصلوا على تمويل ضخم بالملايين لتحقيق هذا الحلم. لكن المفاجأة كانت إنهم اكتشفوا فيما بعد إنهم كانوا متفائلين زيادة عن اللزوم، وإن المشروع أصعب بكثير مما كانوا متوقعين، إلى أن واجهوا انتقادات كبيرة جدا. وبسبب ضغط من الكونغرس والحكومة الأمريكية المشروع توقف، وكانت تعتبر من أصعب الفترات اللي مرت على مجال الذكاء الاصطناعي. ورغم كل الصعوبات اللي مرت على هذا المجال من بدايته، الذكاء الاصطناعي رجع بقوة في القرن ال21. I'm here to tell you that AI can actually save lives. وفي خلال ال10 سنوات الأخيرة حصل تطور كبير لدرجة إنه كثير من العلماء وصفوا التطور ده بالمخيف. الآن السؤال هو، لو قررت أتخصص في مجال ال AI ما هي الوظائف اللي ممكن أشتغل فيها بعد ذلك؟ هذا اللي حتجاوبك عليه بايونير لما تتواصل معنا وتعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. سلام.